احنا نوجد عندنا 4 صحف يومية، 3 باللغة العربية و1 أجنبية، وال3 الصحف العربية كلها حقيقة تعطي جميع الأندية نفس المجال، سواء كانت أندية درجة أولى أو أندية درجة ثانية، ولا يوجد فيها تحيز. أيضا خلال اطلاعي المتواضع أعتقد صحافة الإمارات توجد فيها 5 صحف يومية. أنا شخصيا يعني جريدة الخليج تطلع في الشارقة، لكن عمري ما شفتها تحيز لا لنادي الشارقة ولا نادي الشعب، ولا يوجد فيها تحيز. أيضا الصحف الكويتية أمانة من خلال رحلتي معها الطويلة ما شفت فيها أي تحيز، ولكن يقال والعهد على من روى بأن تحيز الصحافة السعودية، أو خلينا نقول بعض الصحافة السعودية إلى أندية معينة، هي نتيجة لجماهيرية هذه الأندية الطاقية. يعني على سبيل المثال تحيز الجزيرة والرياض لنادي الهلال هي فقط لشعبية الهلال الجارفة، هذا ما يقال يعني، والله أعلم. والله سعد أنت تبغى تثير أشياء ولكن لن تصل لها. أنت قصدك من خلال ذلك جدع قصيرا أنفه. لاحظت أنت تحدثت عن الأمارات العربية المتحدة، وأنت التي ذكرت فيها يوم ويومين و3. اسمح لي نترك الموضوع لأبناء الأمارات يحكموا على اللي متابع الجرائد يوميا وأندية الأمارات التي تعاني. أما قطر فممكن أسمع كلامك، ممكن الأخ عبد الله يتفق معك، ممكن يختلف معك، هذا الشيء كذا. يعني أقول لك أنا عارف، أنا يعني ما عادش يعني بالنسبة للصحافة الأمارات ما عادش تذكر موضوع الأمارات اللي صار متابع في المنطقة نفسها. نحن نقراها طبعا يوميا. الصحافة السعودية لو كان للجماهيرية زي ما تفضلت أنت وقلت وكذا، هذا أيضا خطأ كبير جدا جدا، لأنه الجرائد ما تتكلم للجماهيرية، تتكلم عن الواقع والحقيقة. إذا يصبح أنت تتهم إذا الصحافة السعودية، لاحظت أنهم أذناب للميول أو للأهواء، أو تتهمهم بأنهم والله مع الخير يا شقرة. وهذا أترك الصحفيين السعوديين يردوا عن أنفسهم في جرائدهم أو كذا، لأنه أنا أعرف الناقد لا يعني لو 10,000 نفر ضده وهو بالحال هم يقول رأيه بصدق وأمانة وموضوعية، هذا اللي أعرفه أنا، وهذا الشيء العشر. أما موضوع الجماهيرية وتقييمها للأندية وخلافه، فنحن في السعودية نعرف جيدا من هي الأندية ذات الشعبية ومعروفة، وما في لزوم أطريها وأقول لك مين وكذا، وأنت تعرف جيدا على العموم، وأعتقد المعروف لا يعرف.